أهلا بيك ويا رب تكون بخير. تعرف مين الممثلة دي؟ قليل اللي يعرف شكلها أو حتى اسمها. ممكن تكون شفتها قبل كده في فيلم قديم، والأغلب إن يكون الفيلم ده مع عادل إمام، والأكيد إن الدور اللي كانت بتعمله كان دور إغراء، أنوثة طاغية وجمال لافت، بشعرها الأسود الناعم وشفايفها المرسومة كأنها لوحة. جمالها ما كانش مجرد شكل، لكن كمان في الطريقة اللي كانت بتتحرك بيها. كل حركة ليها كانت مليانة ثقة وجاذبية تخلي الكل يلتفت حواليها. كل ده خلى المخرجين والمنتجين في الوقت ده يحصروها في أدوار المرأة اللعوب أو الخاينة، أو دور يكون فيه إغراء. هي دي الفنانة أميمة سليم، واحدة من المنسيين في عالم السينما. حياتها كانت صعبة جدا، مثال للحياة المأساوية بمعنى الكلمة. انت متخيل ان واحدة تشوف امها بتقتل ابوها بعد لما شافته بيخونها؟ اللحظة دي كانت صادمة وقاسية، وسببت مأساة كبيرة في حياة أميمة سليم. الحادثة دي أثرت عليها بشكل كبير، وعاشت بعد كده بين صراعات نفسية وظروف صعبة، لأنها كانت شاهدة على واحدة من أصعب المواقف اللي ممكن يمر بيها أي إنسان. أميمة ما كانتش مجرد فنانة إغراء زي ما أدوارها كانت بتعكس ده، بالعكس كانت فنانة عندها موهبة كبيرة، لكن الظروف ومعاناتها الشخصية كانت عائق بينها وبين النجومية اللي كانت بتحلم بيها. مشوارها الفني كان مليان تفاصيل وصراعات، بداية من دخولها عالم السينما لحد قرارها بالاعتزال، ونهايتها الحزينة بسبب مرض السرطان. حياة أميمة سليم مليانة حكايات وأسرار وتحديات صعبة، واللي هنقوله في الفيديو ده يمكن أول مرة يتقال عنها. لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هي أميمة سليم. اتولدت أميمة سليم في 3 مارس 1943 في القاهرة، ومن صغرها كانت بتحب التمثيل والفن، ودرست في المعهد العالي للسينما علشان تحقق حلمها وتكون ممثلة معروفة. دخولها لعالم السينما كان في نهاية السبعينات، وده لما ظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم مكان للحب، وفيلم خطايا الحب سنة 1977. الأفلام دي كانت البداية الحقيقية ليها، ولفتت الأنظار لجمالها وأنوثتها الطاغية. لكن للأسف المخرجين حصروا أدوارها في إطار معين، المرأة اللعوب الخاينة، أدوار الإغراء عموما. ورغم إنها قدمت أدوار قليلة في السينما، إلا إن أميمة شاركت في أفلام مهمة زي رجب فوق صفيح ساخن، والرجل الذي فقد عقله، وبطل من ورق، والبعض يذهب للمأذون مرتين، وغيرها من الأفلام. ما كانتش السينما هي المجال الوحيد اللي أبدعت فيه أميمة، لكنها كمان شاركت في المسرح، وقدمت مجموعة من الأعمال المسرحية زي الحرامية سنة 1977، والواد النمس سنة 1981، ومسرحية الناس اتجننت في نفس السنة. ورغم إن مسرحياتها كانت محدودة، إلا إن دورها في مسرحية الورثة سنة 1989 يعتبر من أبرز أدوارها على خشبة المسرح. ومش بس سينما ومسرح، أميمة سليم كان ليها ظهور مميز في التلفزيون من خلال مسلسلات زي ماشي يا دنيا ماشي سنة 1977، ودمعة وندم سنة 1979. أميمة شاركت في أفلام مع نجوم كبار زي فريد شوقي وعادل إمام اللي قدمت معاه معظم أفلامها. في فيلم رجل فقد عقله قدمت أميمة سليم مشهد جريء مع الفنان فريد شوقي. ورغم العمل مع النجوم الكبار، إلا إنها ما قدرتش تطلع من إطار الأدوار اللي حطها فيها المخرجين. أميمة قدمت أدوار بسيطة في السينما والمسرح والتلفزيون، ولكنها قدرت تسيب بصمة كبيرة وقدرت تظهر جانب من شخصيتها الفنية في أعمالها. أميمة حياتها ما كانتش سهلة، خاصة في الجانب الشخصي. أميمة اتجوزت مرتين في حياتها. الجوازة الأولى كانت من رجل أعمال مصري، وفضلوا مع بعض حوالي 3 سنين، لكن الجوازة دي ما كملتش وحصل الانفصال بينهم. وبعد فترة ارتبطت للمرة التانية، والجوازة دي كانت من المخرج زكي صالح، واستمر الزواج بينهم لمدة 8 سنين
لكنهم ما أنجبوش أطفال. والغيرة الشديدة من زكي صالح عليها كانت السبب الرئيسي في الطلاق، لأن أميمة كان كل أدوارها أدوار إغراء، وده أثار غيرته بشكل كبير لحد ما خلاهم ينفصلوا في النهاية. أميمة عاشت حياة مليانة صراعات من صغرها، وواحدة من أكبر الصدمات اللي مرت بيها كانت حادثة قتل والدها على إيد والدتها بعد ما اكتشفت إنه بيخونها. الحادثة دي سببت أزمة كبيرة في حياتها، وقضت المحكمة بحبس والدتها 7 سنين. كل المشاكل دي والأزمات أثرت على شخصية أميمة وخلتها دايما تعاني من مشاكل نفسية. في نهاية الثمانينات وتحديدا سنة 1989 اكتشفت أميمة سليم إنها مصابة بمرض السرطان. الخبر ده كان صدمة كبيرة ليها ولكل المقربين منها، خاصة إنها كانت في عز نشاطها الفني وشغفها بالتمثيل. أميمة كانت في قمة عطائها، وكانت بتشارك في أعمال مسرحية وتلفزيونية بشكل منتظم. فاجئها المرض زي ضربة قوية غيرت مسار حياتها بشكل كامل. اللحظة دي كانت بداية رحلة قاسية مليانة تحديات وآلام، ورغم إنها كانت متعودة على أدوار المرأة القوية، إلا إن المواجهة مع السرطان كانت أكبر تحدي بالنسبة لها. ابتدت تحارب المرض بكل قوة، لكنها كانت عارفة إن الطريق هيبقى صعب وطويل، وده تطلب منها إنها تراجع كل أولوياتها وتعيد التفكير في حياتها ومستقبلها. وبعد فترة من اكتشافها المرض وتدهور حالتها الصحية، قررت أميمة سليم إنها تعتزل الفن سنة 1989. القرار ده كان واحد من أصعب القرارات اللي خدتها في حياتها، خصوصا إنها كانت لسه في عز شبابها الفني. في الوقت ده كانت أميمة بتشارك في مسرحية الورثة، وده كان الدور اللي يعتبر من أقوى أدوارها المسرحية. لكن صحتها بدأت تتدهور لدرجة إنها ما بقتش قادرة تقف على رجليها من شدة الألم، وكان قرار الاعتزال بمثابة وداع أخير لجمهورها. وده خلى كتير من اللي اشتغلوا معاها يحسوا بالصدمة، وابتدت أميمة تركز على علاجها بشكل كامل، وابتعدت عن الكاميرات والأضواء اللي كانت جزء من حياتها اليومية. المعركة مع السرطان ما كانتش سهلة أبدا. أكتر من 20 سنة عاشت أميمة سليم في صراع مستمر مع المرض. البداية كان فيها شوية أمل، خاصة مع محاولات العلاج المختلفة سواء الجراحات أو الكيماوي. كانت بتحاول تحافظ على أي أمل ليها، لكن السرطان كان عنيد، وكل مرة بتحاول فيها تتعافى كان المرض بيرجع يهاجم أقوى من الأول. حياتها أصبحت عبارة عن سلسلة من المستشفيات وزيارات الأطباء، ورغم كده كانت بتحاول تفضل مبتسمة في وش اللي حواليها. بعد قرارها بالاعتزال بدأت أميمة تختفي تدريجيا عن الأضواء وعن أعين الجمهور. اختفائها عن الساحة الفنية كان اختيارها الشخصي، لأنها فضلت تعيش بعيدا عن الإعلام وتركز على حياتها الخاصة ومعركتها مع المرض. الجمهور اللي كان بيعرفها كويس من خلال الشاشة ما كانش يعرف تفاصيل معاناتها أو الظروف الصعبة اللي مرت بيها. فضلت تختار إنها تكون بعيدة وتعيش حياتها في هدوء وسلام بعيدا عن صخب الوسط الفني، وما كانتش عايزة حد يشوفها في لحظات ضعفها. وده اللي خلى الجمهور يفتكرها دايما في قمة مجدها وجمالها، وما يعرفش أي حاجة عن معاناتها إلا بعد رحيلها. وفي 12 أكتوبر 2013 رحلت الفنانة أميمة سليم عن عمر يناهز 70 سنة. الخبر كان صدمة للناس اللي عرفوها وشافوها في أدوارها على الشاشة. رحيلها كان مؤلم، خصوصا إنها قضت آخر سنوات حياتها في صراع مع المرض بعيدا عن الفن اللي كان جزء كبير من حياتها. ورغم مشوارها الفني القصير إلا إنها سابت بصمة في قلوب محبيها. كانت دايما بتدور على فرصة للنجاح وإنها توصل موهبتها للجمهور، ونجحت إنها تسيب أثر حتى لو كانت بعيدة عن الأضواء. في النهاية أميمة سليم تعتبر من الحالات الفنية اللي ما أخدتش حقها سواء من الشهرة أو التقدير. كانت موهبتها واضحة وجمالها لافت، لكنها عاشت معاناة كبيرة سواء في حياتها الشخصية أو في محاولاتها للخروج من إطار أدوار الإغراء. من خلال أدوارها في السينما والمسرح والتلفزيون قدرت تقدم نموذج مختلف، ورغم رحيلها إلا إن ذكراها لسه باقية في قلوب كل اللي شافوها على الشاشة. لو فاكر مشهد أو دور للفنانة أميمة سليم شاركنا بيه في التعليقات، وكمان اكتب لنا عن نجوم منسيين تحب إن احنا نتكلم عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو.
لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكاياتهم. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.